بنات يلا وهيصوا، رمضان اهو نور فوانيسه. افرحوا يا بنات يلا وهيصوا، رمضان اهو نور فوانيسه. يا حلاوة الدين والقمر الدين وكياس النقل وقراطيسه. افرحوا يا بنات، هيصوا يا بنات. في المغربية راح نفطر ساعة أذان الله أكبر، ونعلي حسنا ونقول هي ونجري عالبيت نتنطط، وقلوبنا من الفرحة تزقطط، ونقول لبعضنا رمضان جه. السلام عليكم يا احلى ناس، معاكم فيديو جديد من وصفات اقتصاديه. طبعا زي ما انتم متعودين مكملين معاكم في سلسله تنظيفات رمضان هنا على القناه. النهارده كده زي ما شفت في اول الفيديو قمت واتشجعت كده ونضفت المطبخ وخليته زي الفل. كل سنه وانتم طيبين طبعا بمناسبه شهر رمضان الكريم اللي مكملين ان شاء الله في تنظيفاته. واول حاجه معايا في الفيديو النهارده الخلطه بتاعتي اللي بنضف بيها السجاد. اول حاجه كده نزلت بكوبايه من الكلور، وكمان كوبايه من مسحوق الغسيل البودر. طبعا اي نوع تقدري تستخدميه مفيش اي مشكله. كمان نزلت عليهم كده بشويه من البريكس من فوق، الكميه اللي انت شفتيها دي. وبعدين هنزل عليهم بالميه. مش عايزه اقولك طبعا ان التلاتة دول هيديني نظافه كويس قوي وتعقيم كمان، لان احنا حاطين كلور. مش بس كده، ده هيديني رغوه كويسه جدا. شايفين بقى ابتدي كده ان انا احرك كده فيها علشان برضو ايه تديني الرغوه بتاعتي. كبيتها كده على السجاده كلها، وبعدين هبتدي بقى على طول في التنظيف. اول حاجه سمي الله كده ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. عايزاكي بقى تدوسي لايك وتعملي اشتراك للقناه، علشان بجد بجد اللي مش شايف القناه دي فايته كتير جدا. عايزه اقولك بقى لو اول مره بتشوفي القناه فياريت تعملي اشتراك، هتستفيدي كتير جدا. طبعا للي ما يعرفش احنا عملنا هنا تنظيفات رمضان على القناه، وعملت كمان معاكم خلطه ازاله الدهون في فيديو تنظيف البوتاجاز. واكيد اللي شاف الفيديو وشاف شكل البوتاجاز بتاعي قبل وبعد تنظيف بالخلطه اللي انا عملتها اتصدم من النتيجه، لان حرفيا البوتاجاز راجع كانه جديد. نرجع بقى تاني للسجاده. طبعا شايفين انا عماله بقى ايه بدعك كده في السجاده كويس جدا. وعايزه اقولك بقى فايدة كل حاجة حاطينها احنا في الخلطة اللي احنا عاملاها للسجادة دي مخصوص. اول حاجة طبعا مسحوق البودر اللي هو بتاع الغسيل العادي مهم جدا جدا، ودي يعني حاجة اساسية في اي خلطة احنا بنعملها. تمام. طبعا السجاد او للملابس او كده في اي خلطة عامة لاي مفروشات احنا بنستخدم غسيل البودر العادي ده، وبعدين بنضيف احنا بقى اضافاتنا. يعني انا مثلا هنا ضفت الكلور عشان خاطر الكلور مهم جدا 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 في نقطة التعقيم يا جماعة. بس كده الكلور بيظبط لي الالوان كمان وبيشيل البقع معايا. مش بس كده، احنا كمان حاطين شوية كده من البريكس بيدي معايا رغوة كويسة جدا ونظافة وتعقيم كمان. فيعني الخلطة اللي احنا عاملينها دي من الاخر اعمليها كده بالظبط زي ما انا عملتها، وابتدي كده كبيها على السجادة بتاعتك وبس. يعني ما تدعكيش كتير ولا حاجة، شوية دعك كده بساط هتلاقي السجادة بتاعتك رجعت جديدة حرفيا. انا هنا بدعك قدامكم اهو وماشية فيها حتة حتة براحتي خالص علشان اتأكد من نظافتها 100%. ومعلومة كده على الماشي اعرفيها واحنا كده بنغسل السجادة مع بعض. عايزة اقول لكم بس يا جماعة ان المفروشات عامة، يعني مثلا السجاد، الفرش بتاع الكفرات بتاع الكنب ايا كان نوعه، والستاير وهكذا، كل الحاجات دي قلتلكوا ايا كانت المفروشات يا جماعة ايا كان نوعها، لما بتتغسل كتير مع الوقت لونها بيبهت وبتقدم بسرعة. ايوه زي ما سمعت كده. يعني مش معقول ابدا ان انت كل اسبوع هتجيبي الفرش وتغسليه زي ما احنا عملنا كده في الفيديو، ترجعي انتي بنفسك تشتكي ان الحاجات بتقدم بسرعة، ان الوانها بقت بتبهت معاكي. لا خالص، انتي اللي عملت كده. المفروض ان الحاجات دي يعني عمرها طويل شوية. ما بتتغسلش كتير خالص، يعني ممكن مرة في الشهر مرتين في الشهر، مش اكتر من كده. لان لو عملت غير كده هتضطري تجيبي فرش من اول وجديد. طبعا انا هنا كنت خلاص بخلص كده وبشطب،
فنزلت بالمية بتاعتي وابتدي ايه اشد المية دي على بعيد. تمام. كده طبعا بدأت ان انا الم السجادة كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. طبعا احنا مش بس كده خلصنا، لا احنا لسه في خطوة كمان هنعملها قبل ما ننشرها على طول. تمام. انا هنا كده كنت لميتها ووقفتها، ابتدي بقى اديلها شوية مية من جوه علشان تنزل كل الصابون اللي كان موجود ده، اللي احنا طبعا ايه ما قدرناش ان احنا نشيله. حتى لو انتي شدتيه كله غصب عنك هيبقى فيها برضو صابون، فانت لازم تديلها كده تديلها كده جردلين مية كويسين علشان خاطر تنزل كل اللي فيها. تمام. طبعا ده بيختلف من سجادة لتانية على حسب الحجم. تمام. انا كده كنت خلاص خلصت السجاده، ابتدي بقى ان انا انضف مكانها كده على الارض. يعني كنت بشد شويه الميه دول. عايزه اقولك بقى ان غسل السجاده دي مخدش مني وقت خالص. تمام. لان انا اوريدي بغسل السجاده على طول يعني بصفه مستمره. طبعا مش كتير زي ما قلتلك، ولكن اللي هو في الوقت المطلوب انا بقوم رايحه غسله السجاده اول ما احس ان هي ايه شربت تراب او كده. علشان كده ما خدتش مني وقت يعني. عايزاكي بقى تكتبي لي تعليق وتقولوا لي فيه بس بدأتوا تنظيفات رمضان ولا لسه، واللي بدأ يقول لي بدأ منين بالظبط. طبعا يا جماعه مش محتاجه اذكركم ان احنا خلاص يعني رمضان ما عادش فاضل عليه اي حاجه. فالناس اللي لسه ما نزلتش تشتري حاجه رمضان او الخزين او كده، عايزه اقولك بقى ان انا عملت لك فيديو وانا بفتح الحصاله كده وبكتب الميزانيه بالورقه والقلم. فلو لسه محتاره ادخلي شوفيه، هسيب لك هنا اللينك بتاعه، صدقيني مش هتندمي. وطبعًا يا جماعة أنا هنا كنت خلاص خلّصت كده الأرضية شدّيت منها شوية المَيّة، بس هارجع لها تاني. بس الأول كنت هانضّف بقى إيه، الجدران بتاعتي كده، فابتديت أعمل لها الخلطة بتاعتها. وزي ما أنتم متعودين معايا إن لكل حاجة خلطة. خلطة الجدران كانت عبارة عن شوية خل زي ما أنتم شُفتوا معايا. طبعًا الحاجة الأساسية يا جماعة خلاص أنتم حفظتوا المفروض يعني، الغسيل. أنا ضفت كمان شوية مبيض. تمام، زي ما أنتم شايفين كده، وحطيت نقطة بريكس كمان. فكده تمام جدًا الوصفة، قصدي الخلطة جاهزة معايا على طول على الشغل. هابتدي الأول كده أدوّبهم في بعض وعلى طول كده هنشتغل مع بعض إن شاء الله. بس ضِفت شوية مَيّة صغيّرين مش كتار أوي يعني، زي ما أنتِ شايفة كده. وأفكّركم تاني يا جماعة يا ريت لو المقطع عجبكم تعملوا لي لايك، لإن ده بيفرق معايا جدًا. أنا هنا على طول مش هاضيّع وقت، وهابدأ على طول معاكم بقى في بركة الله وبسم الله نبدأ. طبعًا الجدران طبعًا زي ما أنتم شايفين كده، هابتدي آخد من الخلطة وعلى طول كده على الجدار أدعك فيه بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، هينضف معايا وهيبقى كويس أوي. بس أهم حاجة بس إنِّك تدعكيه كويس، لإن طبعًا الناس عايزة أقول لكم بقى في ناس بتبقى الجدران بتاعتها بتبقى شاربة دهون كتيرة جدًا، يعني دهون عنيدة من الزمن. عايزة أقول لِك ما تقلقيش، اعملي الخلطة دي بس واعملي اللي باقول لِك عليه، هتلاقيها بإذن الله، بإذن الله مش هتاخد وقت معاكِ خالص في التنضيف، مش هتتعبِك زي الأول. شايفين بقى أنا بادعك كويس أوي الحيطة، لإن طبيعي يا جماعة الحوائط عادةً وخصوصًا من فوق بتبقى يعني واخدة شوية زي دهون كده. تمام. فأنا بادعك كويس أوي، بس خلّي بالِك كويس أوي برضه من أكباس الكهربا وكده. لإن لو أنتِ مثلًا ما بتعرفيش تتحكمي في إيدِك وأنتِ شغالة، لازمًا تغطّيها الأول قبل ما تبتدي شغل. شايفين بقى شكل الحيطة وأنا بادعكها عامل إزاي؟ بادعكي كده بالطريقة دي. عايزة بقى أقول لكم مفاجأة يا جماعة بخصوص زينة رمضان وكده، فالموضوع ده قرّب جدًا، جدًا على القناة هنا. خلاص أنا قررت أنزل أشتري قريب جدًا، والفيديو هيكون هنا على القناة. بس إن شاء الله إن هو هيكون فيديو مميز جدًا، لإنه يعني أقرب لقلبي، وأنا فرحانة جدًا، جدًا بمناسبة رمضان. فيا رب، يا رب بلّغنا رمضان كده بالخير إن شاء الله. بجد يا جماعة فرحانة كده ومتشوقة، إن خلاص ما عادش في غير أيام قليلة جدًا بتفصلنا عن أهم شهر في السنة، وأفضل شهر في السنة. فربنا يبلغنا رمضان يا رب وإحنا بصحتنا، اللهم آمين. مش عايزة بقى أحرق المفاجأة أكتر من كده، فيالّا بقى بينا نكمّل الحيطة. شايفين بقى أنا وصلت هنا، بس خلّيت بالي برضه كويس أوي من أكباس الكهربا دي. تمام. نخلّي بالنا بس يا جماعة علشان الموضوع ده خطير فعلًا. جِبت بقى الجزء اللي هو في الجنب اللي أنتم شايفينه ده، وبرضه مشيت عليه كده فوق ولتحت لحد ما نتأكد كل اللي إحنا إيه نضّفناه كويس. ماشي. أنا كده هاخلّص الجزئية دي وبعدين هابقى أحط عليها مَيّة وأنضّفها.
خليني بقى ادردش معاكم كده شويه بخصوص التنظيفات برضو. عايزه اقولك ان احنا من الطبيعي ان احنا بننضف طبعا الحاجات دي باستمرار، يعني كل اسبوعين مره او حاجه، بس مره بعمق، يعني نظافه نظافه يعني يا جماعه، فاهمين ازاي؟ مش لازم نستنى مناسبه معينه علشان نبتدي التنظيفات والحاجات دي. طبعا دي كلها حاجات جميله جدا، يعني دي كلها حاجات اساسيه مطلوبه طبعا. حتى مهما كان نظافه بيتك لازم تنضفي وتعملي، بصي كل ما بوسعك. الاستقبال يعني حاجه كبيره زي شهر رمضان، استقبال العيد، طبعا الحاجات دي ايه، ما فيش كلام فيها. بس انا عايزه اقولك مهما كنتي بقى مقصره في تنظيفات قبل كده او حاجه زي كده، فاحنا خلاص احنا انتهزي بقى الفرصه، رمضان جاي، كل سنه وانت طيبه. طبعا انت رمضان الواحد ما بيبقاش قادر اصلا يعمل اي حاجه في البيت، فاحنا دلوقتي بننضف كويس قوي علشان نرتاح قدام شويه. عايزه اقولك يعني احنا بننضف دلوقتي لشهر قدام، فاهمين ازاي؟ فمعلش احنا بنتعب شويه، بنتعب شويه فعلا، بس يعني ليه ثمره، تمام؟ فاحنا هنحصد ثمر هذا الكلام قدام شويه، فمعلش يعني. وبعدين احنا بنعمل واحنا مرتاحين جدا نفسيا، لاننا فعلا مبسوطين، وفعلا عندنا الحماسه. وطبعا كل واحده مش منضفة لسه أو لسه ما بدأتش، فلا ابدأي معايا بقى اهو. لو انت مش متحفزة ان انت تبدأي حتى، لا والله بصي بس على الفيديوهات وانت هتتحفزي، في كلام محفز كويس قوي وفي افعال والله. يعني انا بحس ان انا ما ببص معاكم على الفيديو تاني بحس ان انا عايزة اقوم انضف الحاجات اللي انا اصلا اوريدي نضفتها، فاهمين ازاي؟ فلا احنا هنا على القناة زي ما قلت لكم قبل كده، احنا كلنا بنشجع بعض، كلنا بنتعاون، بنشجع بعض. عايزه اقول لكم بقى اللي عنده يعني حاجه يفيد بيها غيره، فيا ريت يكتبها في التعليقات وما يتاخرش ابدا، تمام؟ احنا كلنا هنا محتاجين النصيحه. انا كده طبعا بالمساحه وبنزل بقى كل الكلام ده علشان يسهل عليا الموضوع، تمام؟ خلاص كده انا خلصت الحيطه وبمنتهى السهوله يا جماعه. الموضوع ما خدش معايا اكتر من، يعني اقول لكم ايه، وقت بسيط جدا، تمام؟ انا هنا بقى ايه، جبت برضو من الخلطه دي كانت لسه ما خلصتش بتاع الحيطه، وابتديت كده ادعك بيها الارضيه زي ما انتم شايفين. طبعا البوتاجاز اللي جنبي ده انا كنت اوريدي خلاص نضفته كويس قوي في فيديو قبل كده برضو على القناه. فخلاص انا كده خلصت يعني معظم المطبخ. خلاص انا كده ايه بشطب يا جماعه. عايزه اقول لكم بقى ان انا ببقى بصور وانا بعمل كده، ببقى مبسوطه جدا وفي يعني في قمه السعاده وانا بعمل معاكم الحاجات دي، لان بحس فعلا ان انا ممكن اكون، وانا فعلا بكون سبب مثلا ليه اعلم حد مثلا ما بيعرفش ينظف او ملوش خبرة قبل كده في التنظيف او كده، ان هو يبتدي يعمل الحاجات اللي احنا بنعملها. او مثلا ست بيت مش قادرة تقوم، مثلا مكسلة، ايا كان السبب، ان هي تتشجع وتقوم. لا فعلا دي حاجة بتبقى مفرحاني جدا، بتبقى كمان مدياني حافز ان انا اصور الفيديوهات بكل سعادة فعلا. فربنا يبارك لنا كده يا رب، واكمل معاكم على خير. انا خلاص كنت شديت كده المطبخ بتاعي، وخلاص الجزء اللي تحت الحوض ده بشد كده المية زي ما انتوا شايفين بقى كمية الصابون اللي نازلة، لان دي مش بس من الارضية، لا انا كنت كمان شاطفة معاكم الحيطة وغسلاها معاكم الاول ونزلت المية اللي عليها، فعشان كده ايه هتلاقي الصابون بس كتير شوية. انا يعني دعكت الارضية من نفس الخلطة اللي انا عملتها بتاعة الحيطة، ما كترتش ولا حاجة لاني خلاص انا غسله عليها السجادة والحيطة نزلت عليها برضو، فالموضوع ما احتاجش مني وقت يعني للارضية او كده، تمام؟ علشان كده ابتديت بالسجادة وبالحيطة الاول. عايزة اقولك بقى لو وصلتي معايا لحد هنا فانت اكيد مستمتعة بالفيديو، دوسي لايك واعملي اشتراك للقناة، هتلاقي فيديوهات من دي كتير. اسيبكم بقى تستمتعوا واشوفكم فيديو جديد، بس كده، سلام.